تخيل تصحى من النوم تلاقي أهلك واقفين قدام مصحة نفسية وبيقولوا لك انزلي انت مجنونة، وده بيحصل بس لأنك بتشوفي حاجات ما حدش غيرك شايفها. قبل ما نبدأ القصة يا ريت نصلي على النبي في التعليقات، وأفكرك طبعا تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، وتنزل فورا تكسر زرار اللايك. ويلا بينا نكمل. بداية فيلمنا النهاردة في فرنسا مع بنت اسمها يوجيني، البنت الغنية الغريبة واللي بتكون بتحضر جنازة راجل مشهور اسمه فيكتور هوجو. ولما بترجع البيت بتخاف تقول لأبوها هي كانت فين. ولما أخوها ثيوفيل بيقول إنه هيخرج بكرة علشان يحضر مناظرة في مدينة ديبيل، بتقول إنها عاوزة تروح معاه، لكن أبوها بيرفض، وبيبدأوا يقولوا إن واحدة زيها لازم تكون اهتماماتها حاجات تانية غير المناظرات، لحد ما بيجي اليوم واللي تتجوز فيه. وبعد الأكل بتروح يوجين الحمام، لكن فجأة بتحس كأن في حد واقف وراها، فبتبدأ تخاف وبتاخد نفسها بالعافية. وفي الآخر بتروح تغسل وشها وبتتفاجئ بجدتها واقفة قدام الباب وبتقول لها إنها اتأخرت. وبتروح يوجيني تسرح شعر جدتها اللي قبل ما تنام سألتها عن الجنازة، لكن يوجيني كان ردها غريب جدا، لأنها قالت إنها اتبسطت جدا في الجنازة لأن كان في ناس كتير. فجدتها بتبص لها بصة غريبة وبتقول لها تطفي النور وتروح تنام، وهي بتقول في نفسها البنت دي دماغها لسعت خالص. وتاني يوم الصبح بيتفاجئ ثيوفيل إنها ركبت العربية ومصرة إنه يوصلها لمكان اسمه مونماتر علشان تقرا وتشرب سجاير براحتها. ورغم إنه عارف إن أبوه رافض، لكن كانت علاقته بها كويسة فقرر يساعدها. ووقت ما كانت يوجين بتقرا كتابها كان في واحد اسمه أرنست كان بيقرا هو كمان في نفس المكان، وكانت يوجيني شددها جدا عنوان كتاب عالم الأرواح. لكن أرنست فكر إنها معجبة بيه فراح يقعد معاها، لكنها قالت له إنها كانت بتبص على كتابه، وبدأوا يتكلموا وقال لها إنه قرا الكتاب اللي هي بتقراه وإنه حبه جدا، وقال لها على أجزاء كتيرة مهمة فيه. وقبل ما يمشي ساب لها كتاب عالم الأرواح وقال لها إنها تقراه. وفي الأول كانت رافضة تقبله، لكنه قال لها إنها ممكن ترجعه تاني، فوافقت وخدته وهي متحمسة، وكتب لها على اسمه. ورجعت البيت وبدأت تقرا الكتاب، وثيوفيل شافها وشاف اسم أرنست وفكروا حاببها وفضل يهزر معاها. لكن اللي كان شاغل بال يوجيني إن الكتاب بيحكي حاجات حصلت لها فعلا وبيوصف حاجات هي بتشوفها. وتاني يوم بتروح مع عيلتها علشان يزوروا عيلة أرستقراطية، وبيكون الهدف من الزيارة إن ثيوفيل يتعرف على بنتهم هورنتس. لكن يوجيني اتدخلت وسط كلام ثيوفيل معاها، ولما عرفت شكل الفستان اللي ناوية تلبسه اتريقت عليها، فهورنتس اتضايقت وسابتهم ومشيت. فأبوها قرب منها وزعق لها لأنها كل مرة بتخرب علاقتهم مع الناس. ولما رجعت البيت بدأت هي وثيوفيل يجهزوا زينة العيد، لكن فجأة بدأ يحصل ليوجيني حاجات غريبة كأنها داخلة في حالة صرع. وكان ثيوفيل بيحاول يهديها وفي نفس الوقت خايف، لحد ما رجعت لطبيعتها وقالت له إنها بتقدر تتواصل مع الأرواح، وإنها شافت بنت تعبانة وكانت بتطلب منها المساعدة لكنها مش عارفة تعمل لها إيه. فثيوفيل بيسمع الكلام وهو مصدوم ومش عارف يعمل إيه، وكان مرعوب ومش عاوز يقول لها إن اللي بتقوله ده يعتبر جنون. وبالليل كانت بتسرح شعر جدتها كالعادة، وفجأة دخلت في الحالة الغريبة تاني لدرجة إنها وقعت المشط من إيديها واتحركت ناحية الأدراج، وبدأت تخرج كل الورق ترميه على الأرض. وفجأة خرجت من ورا الأدراج سلسلة قديمة، وجدتها كانت متفاجئة وقالت لها إن دي السلسلة اللي جدها جابها لها في خطوبتهم، وإنها فكرت إن السلسلة اتسرقت من الخدم اللي كانوا عندها، وسألتها عرفت إزاي إنها هنا. فردت يوجيني إنها مش عارفة، لكن جدتها أصرت تعرف لحد ما يوجيني قالت لها إن جدها هو اللي قال لها. وهنا بصت لها جدتها بصت شفقة وحضنتها وسكتت، وقالت في سرها كده هي اتجننت رسمي. لو انت مكان الجدة ممكن تعمل ايه في الوقت ده؟ قول لنا في الكومنتات. وتاني يوم بتصحى يوجيني على صوت امها واللي بتقول لها تجهز نفسها لانها هتخرج مع ابوها في مشوار. والغريب انه الام كانت زعلانة جدا، ومع ذلك يوجيني ما جاش في دماغها اي حاجة وحشة، ولبست هدومها وخرجت ركبت العربية مع ابوها واخوها. وفي الطريق شافت بنت واقفة بتبص عليهم وما بتتحركش، وبتحس ان في حاجة غلط لحد ما وقفوا قدام مصحة نفسية اسمها السالت برير. وهنا بدأت يوجيني تنهار وتقول لهم انها مش مجنونة وما ينفعش يعملوا فيها كده، لكن الاب وثيوفيل كانوا ساكتين ومش بيتكلموا لحد ما ظهر اتنين واخدوا يوجيني
بالعافية ودخلوها المصحة وهم بيتفرجوا عليها. وأول ما بتدخل بتبدأ الممرضة جينيف تكشف عليها علشان تتأكد إنها ما عندهاش أي أمراض جسدية معدية، وكانت يوجيني بتقول إنها مش مجنونة ولازم تخرج، لكن الممرضة جينيف قالت لها إن ده مش قرارها، وفي الآخر أمرتها تروح العنبر بتاعها، وأكدت على الممرضين ياخدوا بالهم منها لأن المرضى الجداد بيعملوا مشاكل كتير لحد ما بيقتنعوا بالأمر الواقع، والممرضات بياخدوها وبيوصلوها لحد العنبر بتاعها واللي بيكون كله صوت عالي ودوشة، وودوها لحد السرير بتاعها. وبدأت مريضة تضايقها، لكن اتدخلت مريضة اسمها لويز وساعدتها، وبدأت تتعرف على يوجيني ودي أول صديقة ليها في المصحة، وبدأت تحكي لها عن كل اللي موجودين في المصحة وأسباب دخولهم، وعرفت إن في ناس زيها دخلوا ظلم لكن لما ما عرفوش يتأقلموا بقوا مرضى فعلا. وبتعرف يوجيني إن لويز دخلت المصحة بسبب جوز عمتها اللي كان بيعتدي عليها، لحد ما دخلت عمتها في يوم ولقيتها بتتشنج فبعتتها للمصحة علشان تخلص منها. ولويز قالت لها إن مع الوقت عرفت إن وجودها في المصحة أحلى بكتير إنها تعيش مع جوز عمتها المتخلف. وتاني يوم بتيجي الممرضات بتصحي العنبر كله وبياخدوا لويز مخصوص وبيودوها للدكتور شاركو، واللي بيكون بيعمل تجارب على المرضى من غير تراخيص وبيستغل المرضى، وبدأ ينيم لويز مغناطيسيا وبدأ يأمرها تحرك ايديها بشكل معين، وكانت متجاوبة جدا لحد ما فجأة وقعت على الأرض وجالها تشنجات، فالدكتور شاركو سابها مرمية على الأرض وقال لباقي الدكاترة إنهم يمشوا ويتقابلوا الأسبوع اللي جاي. فالممرضات بدأوا يساعدوها ونقلوها للعنبر بتاعها، وساعتها جه الدكتور جول وطلب من الممرضات إنهم يخرجوا وإنه هيقعد يتكلم مع لويز. وهنا بنعرف إن لويز بتحب الدكتور جول جدا وكان وعدها بالجواز، ولما سألته هيخطبها إمتى قال لها في حفلة آخر السنة. وبعد أسبوع كانت يوجيني واقفة لوحدها قدام الشباك، وراحت لها الممرضة جينيف وقالت لها إنها بكرة هتتعرض على الدكاترة علشان يقيموا حالتها. وفي الوقت ده يوجيني قالت لها إنها اتكلمت مع بلاندن واللي بتكون أخت جينيف الميتة، لكن رد الممرضة جينيف إنها لو فضلت تقول إنها بتتكلم مع الأرواح هتديها حقنة مهدئة وهتبلغ الدكتور شاركو. فبدأت يوجيني توصف بلاندن وخصوصا شعرها الأحمر المميز، ولما الممرضة جينيف قالت لها إنها مش بتصدق بوجود الأرواح أصلا ردت عليها يوجيني بسؤال مهم، وهو ليه لحد دلوقتي بتكتب جوابات لبلاندن طالما مش مؤمنة إن روحها موجودة. فخرجت الممرضة جينيف من المصحة للبيت بسرعة علشان تطمن على جواباتها السرية، وفعلا بتلاقيها مكانها ومحدش فتحها، وبدأت تشك فعلا إن يوجيني بتكلم الأرواح. وتاني يوم بتتعرض يوجيني على الدكتور واللي بيلاقيها لسه مصممة على رأيها في وجود الأرواح، فأمر الدكتور إنهم يعالجوها بالتلج مرة كل أسبوعين، وده يعتبر واحد من أصعب طرق العلاج في المصحة. وفعلا الممرضات بياخدوها وبيحطوها في برميل مليان مية ساقعة وتلج لفترة طويلة. أما الممرضة جينيف لما بتكون في طريقها لبيتها بتتفاجئ بثيوفيل ماشي وراها وبتفكره حرامي، لكنه عرفها إن أخو يوجيني وقال لها إنه أخته ممكن يكون عندها حق ومش مريضة، وطلب منها توصل لها الكتاب بتاع عالم الأرواح. وبالرغم إن الممرضة جينيف عارفة إن ده ممنوع لكنها بتوافق وبتاخد الكتاب منه وبتسهر عليه طول الليل وبتقراه. وتاني يوم بتوصل المصحة ووسط الشغل اليومي للمرضى بتتكلم مع يوجيني وبتعرفها إن معاها الكتاب، وعرضت عليها إنها تديها الكتاب مقابل إنها تخليها تتواصل مع أختها بلاندن، لكن يوجيني ما وافقتش وقالت لها إنها عاوزة تخرج من هنا مقابل تواصلها مع أختها. ومن غير ما توافق الممرضة جينيف وعدتها إنها هتعمل كل اللي تقدر عليه مع الدكتور شاركو علشان تساعدها، وقالت لها لما يجي الوقت المناسب هتقعد معاها علشان تخليها تتواصل مع أختها. وبعد ما كل المرضى والممرضين بيناموا بتنتهز الممرضة جينيف الفرصة وبتروح تصحي يوجيني وبتاخدها لأوضة سرية علشان تحاول تتواصل مع بلاندن، لكن الموضوع كان صعب جدا على يوجيني لدرجة إن الممرضة جينيف فكرت إنها كدابة أو مريضة فعلا بالهوس ده. لكن فجأة بتبدأ يوجيني تظهر عليها علامات غريبة، وقالت للممرضة جينيف إنها لازم تروح بسرعة لبيتها علشان تنقذ أبوها في المطبخ. وبتترعب الممرضة جينيف على أبوها وبتتحرك بسرعة ناحية البيت وهي متوترة وخايفة. وأول ما بتوصل البيت وبتدخل المطبخ ما بتلاقيش أبوها أصلا، وبتفكر نفسها غبية لأنها سمعت كلام واحدة مريضة، لكن فجأة بتشوف منديل عليه آثار دم وبتطلع بسرعة وبتلاقي
ابوها بينزف وقاعد على السرير، فبتساعده بسرعة وبيقول لها ان ربنا بعتها ليه في الوقت المناسب، ولما بقى كويس سألها ليه جت البيت في الوقت ده، فحكيت له كل اللي حصل وان بلندن هي اللي عرفتها. لكن ابوها اتعصب جدا لانه دكتور ومؤمن بالعلم والعقل بس، وكمان رباها على كده وقال لها ان بلندن ماتت من زمان وانه كل يوم بيروح يزورها وانها لازم ما تقولش كده تاني. وفي الاخر اتهمها بالجنون بسبب المصحة اللي شغالة فيها. اما في المصحة فكانت يوجيني بتكشف لان عندها ألم في بطنها، وبالصدفة بتشوف الدكاترة بيدخلوا لويز العيادة وهي بتتألم ومصدومة لانها مش قادرة تحرك ايديها او رجليها، والدكاترة بيقولوا انها جالها شلل بعد ما وقعت على الارض في نص جلسة التنويم المغناطيسي. ولما يوجيني شافت اللي حصل لصاحبتها بدأت تشتمهم وتقول لهم انها هتفضحهم في كل مكان بسبب التجارب اللي بيعملوها على المرضى. لكن دكتور شاركو امر بقى الدكاترة انهم يخدروها ويخرجوها بره. ولما بترجع الممرضة جينيف للمصحة بتروح لدكتور شاركو اللي بيوبخها انها سابت المصحة وخرجت من غير اذن. وحتى لما عرفته ان والدها كان مريض قال لها ان في وقت الشغل ما فيش مرضى غير اللي في المصحة، وسألها عن المرضى التانيين اللي ممكن يكونوا مكان لويس في التجارب بتاعته، فقالت له ان في واحدة اسمها دينيس بلاتل وانها ما بتتكلمش ولا كلمة من وقت ما دخلت المصحة من شهرين. ولما سألته عن يوجيني قال لها انه امر الدكاترة ينقلوها الزنزانة الانفرادية مع الممرضة جين، وبرر قراره ده ان يوجيني بقت خطر على باقي المرضى. وبنشوف يوجيني وهي رايحة السجن الانفرادي. في نفس الوقت كانت الممرضة جينيف بتأكل لويز وبتحاول تهون عليها اللي حصل لها. اما لويز فكانت خايفة على صاحبتها يوجيني لانها عارفة انها هتكون خايفة من الضلمة والوحدة. وبنشوف الممرضة جين وهي بتتفنن ازاي تأذي يوجيني من اول كلامها عن السجن الانفرادي المخيف، وكمان لما كانت بتقفل مصدر الضوء الوحيد اللي في الزنزانة وبتفتحه كل يوم مرة واحدة بس لمدة كام دقيقة. وكانت يوجيني بتترجاها تسيبه مفتوح لكنها كانت بترفض. وكل الاخبار كانت بتوصل للممرضة جينيف وكانوا دايما بيتكلموا بطريقة وحشة عن الممرضة جين، وهي كمان كانت منعزلة عن باقي الممرضات. وتاني يوم الشباك بيتفتح من بره وبتظهر الممرضة جينيف واللي بتقول ليوجيني انها كان عندها حق وابوها فعلا كان تعبان في البيت وانها مصدقاها وهتحاول تساعدها وتخرجها من السجن ده. وبعدها بتروح الممرضة جين ليوجيني بأكل حلو وبتتريق عليها وعلى الأرواح بتاعتها وبتاكل قدامها وبتعرض عليها تاخد بدل الأكل بتاع المصحة. لكن يوجيني ما بتعملش أي رد فعل وبتقول لها إنها شايفة أمها وسامعاها وهي بتحكي عن اللي عملته فيها، وبتكشف لها سر إن هي كانت السبب في إن أمها تتحبس في نفس الزنزانة دي لحد الموت. لكن الممرضة جين قالت لها إن دي معلومة سخيفة لأن كل اللي في المصحة عارفين إن أمها كانت مجنونة. لكن يوجيني فاجأتها بإنها كمان عارفة اللي عملته في ابنها فرانسو. وفي اللحظة دي بدأت جين تتأثر وتعيط، وفجأة مسكت يوجيني من شعرها وقالت لها آخر مرة تجيبي سيرة ابني على لسانك مرة تانية. وبعد ثواني بتفهم إن اللي بتعمله ده يعتبر اعتداء على المرضى وغلط، فبتبص حواليها علشان تتأكد إن مفيش حد شافها. وفي الآخر بتقوم وتسيب يوجيني من غير ولا كلمة. في نفس الوقت كانت جينيف متفقة مع واحدة من المرضى إنها تقرب من جين وتسرق منها المفاتيح وتسلمها لها. وبعد ما بتتأكد جينيف إن الممرضة جين بعيدة عن الزنزانة بتروح تفتح وتتكلم مع يوجيني وبتخليها تتواصل مع أختها تاني، واللي بتعرفها إن أختها بتحبها لكن مش عاوزاها تبعت لها جوابات تاني لأن الجوابات دي بتخليها حزينة. ونصحتها إنها تشوف حياتها وتبطل تفكير فيها كتير، وأكدت لها إنها حاليا في مكان أفضل ومش بتعاني من أي حاجة وإنها هتفضل حواليها دايما هي وأبوها. بتعيط جينيف جدا وبتشكر يوجيني على مساعدتها ليها وبتقول لها إنها مصدقاها وهتعمل أي حاجة علشان تخرجها من هنا. ولما جت تخرج من السجن اتفاجئت بالممرضة جين قدامها واللي قالت لها هاتي مفاتيحي. لكن الممرضة جينيف ما اهتمتش وقالت لها أنا هتكلم مع دكتور شاركو لأن يوجيني بقالها أكتر من شهر وعندها سوء تغذية وبقت كمان أهدى من الأول ومش محتاجة السجن الانفرادي. تاني يوم بتروح الممرضة جينيف علشان تاخدها، ولما بتخرج يوجيني وتشم الهوا بتحس كأنها حرة بالرغم إنها لسه جوه المصحة. وبتروح تشوف صاحبتها لويز واللي بقت قاعدة على كرسي متحرك بسبب التجارب اللي اتعملت عليها، وبدأوا يواسوا بعض على كل اللي حصل لهم. خصوصا لويز ما
بقاش دكتور جول يزورها او حتى يتكلم معاها ولا حتى عن خطة خطوبتهم، وبتفهم انه كان بيضحك عليها. وبالليل بتجهز الممرضة جينيف دعوة لحضور الحفلة السنوية للمصحة، وبتبعت الدعوة لثيوفيل. وبتبدأ الممرضة جينيف تجهز المصحة علشان الحفلة، وبتجيب هدوم تنكرية للمرضى واللي بيقعدوا يتخانقوا عليها ما عدا يوجيني اللي بتكون بتتفرج عليهم وهي مبتسمة لانها نادرا ما بتشوفهم مبسوطين. وبيجي يوم الحفلة وبنشوف دكتور جول وهو معدي من قدام لويز من غير ما حتى يبص لها، وبيبدأ يتكلم مع الحضور عن انجازات المصحة وعن مدى صعوبة التعامل مع المرضى. وطبعا بيعظم في الدكتور شاركو وبينسب له كل الفضل لعلاج الحالات بعد التجارب العلمية اللي بيعملها من غير طبعا ما يقول عن اي سلبيات حصلت. ولما بتبدأ الحفلة بتتفاجئ يوجين باخوها ثيوفيل واقف وسط الحضور، فبتروح ترقص معاه من غير ما تتكلم علشان ما حدش يشك فيهم لان ممنوع حضور اهالي المرضى. وكانت الممرضة جين واقفة مراقبة يوجيني كأنها شاكة ان حاجة ممكن تحصل، وفضلت مركزة معاهم لحد ما دكتور شاركو جه يسلم عليها. ولما مشي من قدامها لقيت يوجيني واللي معاها اختفوا، وبدأت تدور عليهم بسرعة. وفي نفس الوقت كانت يوجيني مع اخوها والممرضة جينيف بره، وبتقول لهم يتحركوا بسرعة علشان يهربوا. وبسرعة بدأوا يغيروا هدومهم علشان وهم خارجين ما حدش يشك فيهم. اما لويز فدكتور جول راح لها وبدأ يقول لها انهم هيتجوزوا وانه بس كان مشغول عنها، وخدها معاه للمكتب بتاعه وبدأ يغتصبها رغم انها كانت رافضة. ولما واحدة من المرضى لاحظت راحت بسرعة وندهت على زميلتهم علشان يساعدوها. ولما كانت جينيف وثيوفيل ويوجيني بيحاولوا يخرجوا بهدوء من غير ما يلفتوا الانظار، فالممرضة جين كشفتهم وبدأت تنده على الامن، لكن باقي المرضى بدأوا يسكتوها بالعافية. وكمان دخلوا مكتب جول وانقذوا لويز منه لحد ما وصلت يوجيني وثيوفيل عند البوابة ولقوا الامن بيجروا وراهم، فقفلت الباب بسرعة ورمت المفتاح بره وسابتهم يهربوا. وجت جين وخلت الامن يقبض عليها واتهمتها بالجنون. ومن اللحظة دي بدأت حرية يوجيني وسجن الممرضة جينيف، وبدأت يوجيني تبعت لها جوابات وبتقول لها ان الحرية جميلة لكن طعمها مر بسبب تضحيتك، وانها مش هتنساها وهتفضل تبعت لها جوابات. ولما بتقدر تشوف بلندن وتتكلم معاها بتكتب جواب بالليل قالته وبتبعته لها علشان ما تحسش انها لوحدها. وبكده يكون انتهى فيديو النهارده. لو عجبك يا صديقي ما تنسانيش باللايك والشير والكومنت الحلو اللي زيك، وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ولو انت لسه جديد خش شوف الملخصات اللي فاتت علشان متأكد انها هتعجبك. وفي الختام صلوا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في التعليقات. اشوفكم على خير في فيديو جديد وسلام.